السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل شوية خيار مخلل كده حلوين مع بعض، وهنشوفه هيبقى مقرمش ازاي وهيبقى جميل كده زي بتاع المحلات. يا رب يعجبكم. هنعمله المقرمش الجميل ده. انا بصوا غسلاه، بجيب الرفيع الحلو الصغير ده، غسلاه ومصفياه. انا هعمل شوية صغيرين بس كانوا عندي خيار كتير ودول فاضوا، فقلت بقى بدل ما يفضلوا مركونين في التلاجة وكده هعملهم شوية مخلل حلوين. انا جبته بقى غسلته حلو وصفيته اهو وسبته يتصفى خالص، بس انا مقطعه ده عشان ده كان كبير. ده كان كبير مش هينفع اخلله بحاله اللي هو الكبير ده، وده الرفيع دوت هخلله لوحده، الصغير ده بطرمان لوحده. معايا هنا نص كوبايه ليمون اهو او ربع، معايا شويه توم، وهنشوف بقى هنعمله ازاي. انا معايا البطرمانات بتاعتي دي مغسلاها، بصوا اهو مخليها زي الفل اهو، معقماها وسبتها تبرد، وسبتها قصدي تنشف خالص. سبتها تنشف خالص، غسلتها وعقمتها وسبتها تنشف خالص. هنجيب بقى البطرمان بتاعنا كده، ومعايا بقى عصفر. العصفر ده بقى ده اللي بيخليه اصفر وجميل زي بتاع المحلات واللي بناكله في المطاعم اللي بيبقى مصفر شويه ده كده. العصفر ده هنحطه عليه، هتشوفوا هيطلعه عامل ازاي، هيطلعه لونه حلو وهيديله كمان طعم حلو واللون كمان. هجيب البطرمان بتاعي اهو نضيفه زي الفل. هحط شويه توم تحت، هو المفروض توم صحيح بس انا ما عنديش توم صحيح، المفروض فص توم، كل برطمان ياخد فص توم. هحط التوم بتاعي، هو طبعا لو توم صحيح احسن. وهاخد بقى كده هرص الخيار بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زنقيه كده كله جنب بعضه عشان يسوي بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زنقيه، كل ما تزنقيه هو هيسوي بعضه. هيطلع جميل ومقرمش ان شاء الله وهيعجبكم. بصوا بحطه ازاي اهو، بصوا بزنقه جامد كله مع بعضه اهو. حتى لو كبيره كده ممكن تكسريها عادي، مفيش مشكله. لو انت شايفاها كبيره او طويله اكسريها. معايا قرون شطه اهي، لو حد عايزه يبقى حراق وحلو كده، احنا بنحب الحراق. حط الشطه كده في النص. قرون الشطه دي طبعا بتديله طعم حلو جدا. برضه هحط هنا اهو، هكمل. كل ما يبقى جنب بعضه يستوي بسرعه. حط القرون بتاعت الشطه اهو، ادخل دي معاهم، اكسرها عادي. حتى لو كبيره اكسريها مفيش مشكله. نيجي عندنا هنا اهو، نحط الشطه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بصوا لازم تشيلوا ديت اللي من فوق، العروش اللي من فوق دي، عشان دي اللي بتعمل ريم في المخللات. لازم تشيلوا العروش دي عشان ايه؟ دي اللي بتخلي ريم للمخلل اهو. نشيلها اهو، لازم نشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى زي العسل اهو معانا وجميل اهو. بصوا البطرمان عامل ازاي اهو، ما شاء الله. بصوا نضيفه زي الفل. هحط بقى هنا، انا معايا 8 ليمونات، لكل برطمان 4 ليمونات، واحنا مش عايزين نزود ليمون كتير ولا نخلي كتير عشان ما يتهريش. انزل بشويه الليمون اهو، ربع الكوبايه. وشويه العصفر دول اللي هيفرقوا جدا، هيفرقوا جدا في الخيار، هيخلوا لونه، هيدوا له لون جميل وطعم جميل. الاصفر ده اللي بناكله في المحلات وعند الكبابجيه والحتت دي اهو. هجيب معلقه السكر،
السكر دي بقى اللي هتخليه مقرمش وهيطلع مقرمش وجميل. معلقه صغيره سكر اللي هي معلقه الشاي، معلقه الشاي دي هنحطها سكر، وهنجيب برضو معلقه ملح، المعلقه بتاعت الاكل دي ملح اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كمان شويه معلقه معلقه خل ومعلقه زيت، معلقه خل، معلقه واحده عشان ما يتهريش، معلقه خل اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه واحده، ومعلقه الزيت، معلقه الزيت دي لازم، بس لا هحط الميه الاول. الميه دي انا سخنتها وسبتها تبرد خالص، سخنتها في الكتل اهي وسبتها تبرد، سبتها بردت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. البطرمان ده حوالي كيلو الا ربع، كيلو الا ربع خيار. احط معلقه الزيت على الوش، واجيب كيس بلاستيك اهو، كيس بلاستيك زي ده كده، واقفله، اقفل البطرمان كويس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ بصوا عامل ازاي ما شاء الله. معلقه السكر دي هتخليه ناشف كده ويطلع مقرمش معاكي وجميل. وجربوه بقى كده بالعصفر، هيبقى طعمه جميل بالعصفر. طبعا العصفر هيديله لون حلو جدا. هقلبه بس شويه كده عشان الملح يتدوب فيه. والبطرمان التاني هعمل برضو نفس الطريقه في البطرمان التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب برضو اللي هو اللي انا مقطعاه صغنن دوت، اللي انا قطعته شرايح عشان كان كبير، الخيار ده كان كبير اللي هو اللي انا قطعته الشرايح ده. برضو معلقه الثوم، بس برضو هقولك تاني لو عندك فص ثوم صحيح افضل من انك انت تحطي معلقه الثوم. بس مش مشكله بقى، نمشي نفسنا، احنا مش هنوقف نفسنا عشان حاجه. هنزل برضو بالخيار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى زي السكر معاكي. حط شويه هنا برضو زعفران في النص كده اهو، واحط شويه شطه برضو انا مقطعاهم، الفلفل الاحمر ده عشان انا بحبه سبايسي وحراق قوي، دول قطعتهم برضو كده. عملنا واحد بارد وواحد حامي. وهكبسه طبعا كده عشان كل ما اكبسه يتخلل بسرعه، هيخلل نفسه مع نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيبقى حلو طبعا. المخللات دي ما بنعملها في البيت انضف من بره بكتير، ودي اتفقنا ان احنا هنشيلها عشان الريم اللي بيطلع في الميه، لازم نشيلها كده كلها من كل الجوانب. الريم ما يطلعش في الميه، يطلع فوق الميه. كل حاجه دلوقتي موجوده في السوق وسعرها حلو، ممكن نستغلها. نستغل شويه الخيار المخلل دول، بيبقوا حلوين جنب الاكل، نستغلهم. موجود دلوقتي في السوق، الليمون موجود والزيتون وكله موجود، نجيبه ونخلله في البيت. وادي شويه العصفر برضو تاني اهم، هننزلهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بشويه الليمون، عامل زي اللي عملته في البطرمان الاولاني. معلقه السكر اللي هتخليهولي مقرمش وهتحفظهولي
دي مهمه جدا، معلقه السكر دي والملح، معلقه وشويه كمان، معلقه الخل، ما تحاولوش تحطوا خل كتير عشان الخل بيهريه، احنا عايزينه كده يطلع مقرمش معانا وطعمه حلو ويقعد حتى يعني شويه. والميه طبعا ايه اللي بردناها غليناها وسيبناها تبرد. المخللات دي جميله في البيت وبيبقى طعمها حلو ونضيفه، ضامنين كمان ان هي نضيفه. طبعا ومعلقه الزيت، معلقه الزيت اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، على الوش كده من فوق. وهنغطيه برضو، لازم الكيس البلاستيك ده كده، بصوا الكيس البلاستيك احطه كده، ده مهم جدا، واقفله قوي كده. بصوا بقى يبقى عامل ازاي معانا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا ما شاء الله. بصوا هيبقى حلو وجميل وناشف كده كريسبي وبيقرمش كده. هو انت هتحطيهم بره التلاجة، انت هتحطيهم كده بس بكره كده ان شاء الله لما يطلع عليهم النهار باذن الله لازم تدخليهم جوه التلاجة عشان الدنيا حر. لو الجو حلو طبعا، لو احنا في الشتاء والجو حلو هنخليهم بره التلاجة، انما طبعا عشان الايام دي لسه الدنيا حر هندخلهم جوه التلاجة وخليهم مكفيين كده شويه، عشان ايه الملح بقى ياخد ويدي مع بعض والعصفر والثوم. اهو شويه خيار عندنا في التلاجة، عملنا احلى خيار مخلل اهو، ويا رب يعجبكم ان شاء الله، وهيطلع مقرمش وجميل، ونحطه كده جنب الاكل، ولو حابه تعملي كميه بقى كبيره وتدي حبايبك وكده برضو هيبقى حاجه حلوه. كلنا بنحب المخللات، يا رب يعجبكم، والف هنا وشفا، مع السلامه.